تترزع يا عادي. كتك القرف، حاجة تقرف. ما تترزع انت الاول، كل حاجة عارفني في الدنيا. الصوت يا مدام، وطي صوتك شوية. واحد عصابه تعبانة كده على الصبح، بالراحة. ها يا دكتور كده على طول صوتها عالي كده ومفرج علينا الناس. ما تترزع انت الاول، وانت مالك يا دكتور؟ اعصابك مالها ضعيفة كده؟ اجمد كده عشان لسه مشاكل كتير عايزين نحكيها لك، ولا ناخد السكة من سكات ونتطلق احسن. خلاص يا مدام، اتفضلي اقعدي. استهدي بالله استهدي بالله. شكلكم انتوا الاتنين متضايق خالص. انتوا فعلا كنتوا محتاجين الجلسه دي. ممكن تقولوا لي ايه اللي عامل فيكم كده؟ يا دكتور انا خلاص قرفت، حياتي ضاعت بلا هدف، بقاش ليا مستقبل، بقيتش قادره اشوف بعينيا خلاص. يا نوجة ما يصحش كده. لم نفسك، احنا عند الدكتور، بلاش فضايح. لا 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 لا، انا خلاص، انا تعبت يا دكتور، انا حاسه خلاص تعبت، قرفت خلاص من حياتي كلها. ما احنا برضو يا استاذ خميس لازم نحط ايدينا على المشكله. اتفضلي اتكلمي يا استاذه نوجة. بصراحه كده يا دكتور، انا كل ما بخش ورا الحمام بلاقيه مطرطش على القعده. يا نوجة عيب كده، بلاش فضايح يا ولية. طب يا استاذ خميس، يعني هي دي المشكله؟ طب ما ننشن صح يا استاذ خميس، ننشن صح. جرى ايه يا دكتور؟ ما انت عارف الواحد بيدخل مزنوق مش قادر يمسك نفسه، وبتيجي كده وخلاص، بقى اعمل ايه؟ خلاص يا استاذ خميس، نحاول ان احنا نهدي نفسنا ونعد 1 2 3 وننشن كويس. هيا يا استاذ خميس، ممكن اعرف ايه مشكلتك مع نوجة؟ مشكلة واحدة؟ دي مشاكل ما تتعدش. اللي بتتكلم عن نظافة دي يا دكتور، ده انا عندي 3 اهرامات في البيت. في 3 اهرامات؟ هي مش موجودة في الجيزة؟ بقت عندك في البيت ازاي؟ بص يا دكتور، عندك الهرم الاكبر هرم المواعين، والهرم الاوسط هرم الغسيل، والهرم بقى الاصغر هرم الزبالة اللي ما بتترميش وبتعفن. ما انا بقول لك خدها كل يوم وانت نازل وما بترضاش وبتتهرب. يا ولية خلي عندك دم، ده انا بقوم الصبح بجري حوالين نفسي، انا اللي بعمل لنفسي كل حاجة وانت نايمة بتشخري. ده كفايه موضوع الشرابات اللي بقعد ادور عليها الصبح ديت، وفي الاخر بلبس شراب فرده وفرده. بقالي 10 سنين جواز ما لبست الشرابين زي بعض يا دكتور، سيبني يا دكتور. يا ابني دي مشكله عامه، بس اقولك على حاجه، انا لسه واصل لنتيجه حلوه جدا، ان انا جبت كل الشرابات شبه بعضها ولون بعضها، بحيث اي فرده ما تزعلش من التانية وما يسيبوش بعض ابدا. عملت كده يا دكتور؟ تصدق بالله برضه بلاقيهم اختفوا كلهم مع بعض، مش عارف بيروحوا فين. اعمل لك ايه؟ ما الغساله هي اللي بايظه وبتشفط الهدوم، وبقالي سنه بقولك صلحها وانت مش عايز. جلده. الغسالة برضو بأمارة البنطلون بتاعي اللي شفطته الغسالة وراح عند أخوكي لقيته لابسه. لا يا اخويا، ده واحد شبهه مش هو. واحد شبهه مش هو؟ انت اللي حرامية بتسرقي هدومي وفلوسي تديها لأهلك. انت حيلتك حاجه؟ ده انت جيوبك كلها مخروبه يا معفن. يلا يا معفن، انا المعفن برضو. ايوه ده انت ريحتك محدده. يلا يا وليه معفنة. يلا يا اخويا، ده دول امك، يا دول امك. انا برضو. بس انت يا وليه عرشان انت اتلمي، انت تلمها وتديها بالشبشب، فاهمه ولا لا؟ وبعدين تسمعي كلام جوزك في كل حاجه. ده ايه ده؟ الرجاله دايما مهضوم حقهم، الرجاله دايما واخدين فلوسهم، كل حاجه ابن امك، كل حاجه ابن امك. ما انت شخصيتك ضعيفه كده ليه؟ انت عايزه منك وانا عاوزه منك انت يا منيل. انت يا نيلة يا نيلة النيلة، انت ايه اللي نزلك الصبح من غير ما تروق الشقة وتغسل المواعين وتاخد الزبالة وانت نازل، وانا كل يوم لازم اصبحك وامسيك؟ مراتي انت جيتي، انا اسف والله مش هعمل كده تاني. مراتك؟ صحيح باب النجار مخلع. بقولك ايه يا خميس، مش ناوي تعزمني بقى على كوبايه عصير حلوه من تحت؟ تعالي يا نوجة يا حبيبتي، وانا طالع شفت واحد بتاع عصير شكله حلو جدا، يلا بينا، ده الواحد ريقه نشف. يلا يا بيبي. يلا يا مراتي يا حبيبتي.